بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهة الجنوبية، وأمام هذه القبة الخضراء التي تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفن في بيته، في بيت عائشة، في غرفة عائشة، وبجواره سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولم يدفن بجنبهما أحد. رضي الله عن الصحابيين الجليلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاه خير الجزاء عنا وعن الإسلام والمسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام بعد التحاقه بالرفيق الأعلى دفن في المكان الذي مات فيه. ونذكر في هذا السياق بعض الوقائع التي تنقلها كتب التاريخ ويذكرها أهل السير، أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عدة مرات لمحاولات للسرقة. تعرض قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسرقة عدة مرات. أشهر هذه المرات أن رجلين من أهل المغرب، نصرانيين من أهل المغرب، والمغرب هنا كان يطلق على الأندلس والمغرب الأقصى والجزائر وتونس، هذه المنطقة كلها يقال لها المغرب. رجلان من أهل المغرب تصنعا وتظاهرا بالإسلام وجاءوا إلى مصر وركبوا البحر مع حجاج مصر، وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتروا دارا بالقرب من المسجد النبوي، وكانوا يصلون الصلوات الخمس في الروضة الشريفة، وفي كل يوم يذهبون إلى مقبرة البقيع، مقبرة المدينة، نرى في الأفق صورة الخارجي، لكي يزوروا مقبرة البقيع. وزيارة مقبرة البقيع هي سنة. قلت هذان الرجلان جاء إلى هذا المكان مجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي يوم من الأيام نرى نور الدين زنكي رحمه الله وهو في الشام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، جاءه يحرك رجليه ويقول له أنقذني من هذين، ورآهما يعني في المنام. قام فزعا من الليل، توضأ، صلى ركعتين، ثم رجع إلى النوم، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى: أنقذني من هذين. توضأ وصلى ثم رجع إلى النوم، فجاء المرة الثالثة فأيقظه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وصلى ولم يرجع إلى النوم بعد ذلك. ماذا فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ نور الدين زنكي ذهب إلى أحد العلماء واستشاره في الأمر، فقال له: ما عليك إلا أن تذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى المدينة وأخذ معه الصدقات ليوزعها على الناس. فلما وصل إلى المدينة كان هناك بلاغ لعامة المسلمين من أهل المدينة أن يأتوا ليأخذوا صدقاتهم، فبدأوا يدخلون الواحدة تلو الآخر، ونور الدين زنكي رحمه الله ينظر إليهم عساه يرى الأشقرين اللذين رآهما في المنام. فلما انتهى من أهل المدينة ووزع عليهم الصدقات أعلن في الناس: هل بقي من أهل المدينة أحد؟ قيل له: لم يبقى أحد، كل أهل المدينة جاءوا وأخذوا صدقاتهم إلا رجلين من أهل المغرب، وهم مجاورون وهم أغنياء يتصدقون ويصلون صلاة الخمس في الروضة الشريفة ويزورون البقيع في كل يوم. فقال نور الدين زنكي: أحضروهما. فلما أحضروهما كبر، لأنه أوصافهما مطابقة تماما لأوصاف الرجلين الأشقرين اللذين رآهما في المنام.
فقال: ما شأنكما؟ قالوا: نحن من أهل المغرب جئنا مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا إلى الصدقة. فقال: أين مسكنكما؟ وكانوا يسكنون في هذه الجهة، يعني قبالة باب جبريل. فذهب الناس ومعهم نور الدين زنكي إلى مسكنهما، فبدأوا يبحثون. فرفع نور الدين زنكي حصيرا في غرفة من الغرف، فإذا بثقب غائر في الأرض، فتعجب الناس. فقال: ما شأن ما شأن هذا الثقب؟ فصمتا، فأمر بضربهما فضربا، فكشف عن الحقيقة المرة أنهما كانا يحفران للوصول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقة جسده الشريف بأمر من أحد ملوك النصارى. فكانوا في اليوم يشتغلون على الحفر في الليل، وفي اليوم يأخذون التراب إلى البقيع، إلى مقبرة البقيع، يتظاهرون بالزيارة، لكنهم في الحقيقة ينقلون التراب الذي تم إخراجه من الأرض لنقله بعيدا حتى لا يثير الشبهات. فأمر نور الدين زنكي بضرب عنقهما فقتلا. هذه من أغرب قصص أو وقائع محاولة سرقة جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة، والحمد لله أن الله عز وجل كان في كل مرة يعصم وينجي نبيه، نجاه حيا من أعدائه ونجاه ميتا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بفترة بعد هذه المحاولات وضع جدار رصاصي من كل الجهات حول القبر الشريف، يدخل بعمق 6 أمتار في الأرض. ومنذ أظن إن لم تخن الذاكرة منذ 90 للهجرة لم يعد ممكنا لأحد من الناس أيا كان أن يدخل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه محاط بجدار خماسي فوق الأرض وفي الأرض بهذا الجدار من الرصاص العميق في الأرض بعمق 6 أمتار. وتحت هذه القبة الخضراء التي نراها قبة أخرى ثانية داخلها، ونرى فوق القبة في هذه الجهة شيئا ناتئا أو خارجا ربما يظهر. هذا الشيء الخارج يقال أن أهل المدينة أصيبوا في زمان من الأزمنة بالجفاف، فصلوا صلاة الاستسقاء ولم يسقوا، فقيل لهم: عليكم ألا تحجبوا السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضعوا فتحة في هذه القبة وفتحة في القبة التي تحتها، فإذا توسطت الشمس السماء تصل الشمس عبر القبتين إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل المطر أيضا تصل قطراته إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل أنهم بعد أن فعلوا ذلك أغاثهم الله عز وجل بالمطر. وهؤلاء الناس الذين نراهم هنا يسيرون يذهبون للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلون من باب السلام من هناك، يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجون من باب البقيع في هذه الزاوية. أما في هذه الناحية فهذه الأعداد الغفيرة من الناس تنتظر دورها للدخول للصلاة في الروضة الشريفة. والروضة الشريفة هي المسافة في المسجد ما بين قبر النبي عليه الصلاة والسلام تحت القبة الخضراء والقبر والمنبر النبوي الشريف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. لذلك يحرص كل الزوار وكل المعتمرين على الصلاة في هذه البقعة المباركة ولو ركعتين. منذ وباء كورونا أصبحت هذه الزيارة بتصريح خاص، بدون هذا التصريح لا يمكن لك الصلاة في هذه الروضة الشريفة.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة هذا المسجد وزيارة نبينا عليه الصلاة والسلام المرة بعد المرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتشبثين بسنته، وممن يتبعون خطاه ويتبعون هديه ويحيونه وينصرونه، وممن ينالون شفاعته يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.